مساء النور، مساء الورد والياسمين. شنو حوالكم يا البنات؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في خير ونعم الناس الكل. رجعت لكم اليوم ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد، ان شاء الله يا رب يعجبكم. بالطبيعه النهاير ماهوش جديد. النهاير هذايا قبل الولاده بنهار. جاتني الصاله يا البنات، مش الصاله، الكوان تاع الصاله بالطبيعه، خاطر كيما تعرفوا جاني فيه ديفو ورجعته باش يتصلح. هكا مازلت ما طيرتش منها نفحتي، معناها من نهارها جاتني بديفواتها. ايوا الحمد لله يا ربي. كيما كيفاش يقولوا في المال ولا في الابدان ولا نعرفش، حسيلو كي تجي فيها هي خير من اللي تجي فينا نحنا واحد من العيله. حسيلو يا البنات. نصلوا على سيدنا محمد وندخلوا على الفيديو اليوم. فيديو اليوم ان شاء الله سمح ان شاء الله يعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله واصحابه اجمعين. باهي البنات، كيما قلت لكم اليوم جاني الكوان وجاني صبحيه الثلاث. وانا نولد بالاربعاء ان شاء الله كان نكتب. الحمد لله يا ربي على خلاص لو حال صحيح. اما معناها نمنتج معكم في الفيديو كاني مازلت معناها في الايامات هذوما. حسيلو يا البنات، كلمتني المراه قالت لي يعني جايبت لك الكوان. عملت تنقيزه ديريكت، مسحت البيته وحضرتها. قلت باش ديريكت دوبا تجي نحط نفرش ونريقلها ويني حاجه نرتاح منها، خاطر مازال قدامي برشا حاجات باش نعمل، باش نخلط البسيسه يا البنات وننظمها، معناها نحطها في الكيسان وباش ننظم، نزين الحلو، نكمل نزين طرف الحلو بليتو لهنا باش نعملوا نهارتها الحلو. راهو يا البنات، راهو مش الحلو اللي صورته معكم، عملت شويه حلو اخرين ما صورتهمش معكم، اللي هما كعبر كيكاويه بالشوكولاته. حاسيلو كملت لهنا استويت وقتها لبيته وكل شيء، وكملت نظمت البيت الكل. وفي القايله كي قايلوا الصغيرات قايلت نريقل في الحلو متاعي ونحضر ونستوي. والعشيه جات بحذايا شكون عاونتني تو تشوفوا بالطبيعه في الفيديو الجاي، ما نحرقش الفيديو. حسيل جيت لهنا وخديت باش نستوي الصاله. كما تعرفوا قلت لكم قبل راهي الزاويه متاع الدار متاعي ماهيش مستويه، معناها فهمتوا، فيها شويه اعوجاج. العوج هذاك هو اللي ما يخلينيش معناها نستويها على الفورمه الصحيحه متاعها، فهمتوا. كم تصلح الديفو بقى فيه مشكل، اما مشكل بسيط، ما يقلقش، نقبلوه ونتحملوه هكا واش نعمل. الحمد لله على كل حال كما قلت لكم. كملت نظمتها لبيتها واستويتها، وحبيت نسويها كيما يلزم، خاطر ديجا باش نمشي معناها يلزمها تبقى كيما هي. وصيت الصغيرات ونوصي فيهم ونعاود، ردوا بالكم تهلكوا لي الدنيا يا صغيرات، ردوا بالكم تعملوا هكا، راني باش نجي تعبه، ما نجمش نستوي، ما نجمش نعمل حتى شيء، ما تهلكوليش الدنيا، خلوها لي كيما نظمتها، فهمتوني. الحق وليداتي ان شاء الله ربي يحميهم ويحفظهم، نلقيهم محافظين على نظافه البيت، نظيفه، اما الداخلين بعضها داخله بعضها شوي. الفايده ما وسخوها ليش، فهمتوا. نظافه تبقى لي نظيفه ماهيش مشكل. كي تتقلبها وين كاني مخده ولا حاجه نجم نحطها في بلاصتها ونستويها، ماهوش مشكل. حسيل كملت سويت البيته هذه ورجلتها، والبيت هذه ديجا الكلوار هذه الوسطيه شريت لها مخادد وحطيتهم. نستنى وقتاش باش نجيب الغلافات. جبت الغلافات وكل نهار نقولها تنصورهم معكم. الحقيقه هم عندهم يمكن 3 ولا 4 ايام محطوطين، ما سهلش ربي. كي جوني الغلافات صاي قلت يلزمني معناها الرجلهم ما بقاش هو وقت، وجد بطبيعتها اليوم انا كنت مبرمجه باش نحطهم اليوم. يا اخي كي جتني الصاله وليت عملتهم مع بعضهم، قلت هاوينو فيديو كامل مع بعضه، تنظيم فرش وتنظيم، معناها فهمتوا. حسيلو المخادد لهنا جوني اكبر من الغلافات شويه، ما تصرفت فيهم وفهمتوا، اكلي اضغطت عليهم بالكدا باش تسكر الغلاف وهكاك جاني الشكل متاعهم احلى، خاطر جوم مفورمين فورمه سمحه مليانين بالكدا، فهمتوا. حسيل
كيما تشوفوا هذاك البنتي هذه دوشت لها قبل لا نبدا في الفيديو، وما حبتش تسيب تلم شعراتها، قلت تحبهم مسيبين صغيرونه كيما هكا ونافحه بشعرها وتحبوا يبقى مسيب وتلعب بيه. بالحق البنيه بنيه وكاو. الحسيلو يا البنات، متنسوش اللي وصل البارتي هذه من الفيديو باش تخلي لي تعليق وتخلي لي لايك، وبالطبيعه اذا اول مره تشوف قناتي شرفني الاشتراك متاعك، تنورني وتفرحني. اشترك معنا في القناة وفعل خاصية الجرس باش هكاك يوصلك كل جديد وكل فيديو نهبطه. ان شاء الله يا ربي تعجبك القناة وتعجبك اللمة متاعنا ومرحبا بيك، نورتني وشرفتني. حسيل بديت يا البنات كيما تشوفوا بالمخيدة هكاك نتعارك نويهم. طلعوا لي روحي يا البنات، طلعوا لي روحي، ما نحكي لكمش. كيما تشوفوا نتعارك نويهم، وانا بالحق الجهد ما فينيش. امس تعبه والبارح مساهره وصباح قايمه بكري للتسيق وحسيلو. ما نحكي لكمش تعبه بالكدا. اما مضطره معناها ما يلزمنيش نمشي ونخلي قضيتي محلوله، خاطر باش نجي وصغيرات باش صغيرات شنو دخل صغيرات باش نجي وباش معناها تجيني العباد، دونك ماذا بيا نخلي الدويره نظيفه. ما نجمش نعمل على صغيرات باش يلموا لي الدار. لما الخفيفه باش يحطوا لي مخده في بلاصتها، باش يمدوا لي حاجه صحيح. اما قضيه معناها كيما هكا كبيره ما ينجموهاش. الحمد لله الحمد لله. تغسرت وتعبت النهايرين الاخرانيين، اما من بعد الحقيقه تفرهدت. تبقى لي جوست حكايه مسحان كل يوم، تنفيذ كل يوم، حاجه خفيفه هاوين ما عوضني شكون، والحمد لله يا ربي. حسيلو المخد هذوما عاجبيني على الاخر. الموس نتاعهم قاسي شويه، نحب المخده الموسها قاسي باش هكاك تبقى شاده الفورمه ومريقله. خير من اللي تبدا شطرها فارغ معناها من داخل، تتفورم فهمتوا مع الوقت اللي تتك عليها ولا تحطها معناها تحط فوقها حاجه ولا ترمي عليه حاجه اللي يتبدل الشكل نتاعها. ما حاجتيش الحقيقه نحبها هكاك تبقى شدت لي روحها بالكدا الفورمه ديما نفسها. حسيل كملت غلفتهم الكل وجيت لهنا باش نلم الساشيات هذوك. هما شكاير البلاستيك متاعهم خشين على الاخر يا البنات، عجبوني الحقيقه. ما حبيتش نرميهم خاطر عندي نقص في الباكويت متاع الكوفيرتات اللي تقطعت سلسلتها واللي تقطعت معناها البلاستيك متاعها. بقولي الحقيقه كوفيرتات بلاش باكويت، فاضطريت الحقيقه باش نشري من الفريب. شريت سيكان من الفريب استعملتهم، لكن في ساعه قطعوا ما شدوليش. وناتو بالحق الكوفيرتات متاع الشتاء لمتهم الاكثريه معناها ملمومين في دوبل ولا تريبل ساشي بوبيل. عكستهم معناها فهمتوا باش هكاك يحموهم لي من الغبره. حتى اللي نلقى باكويت معناها لوجت قولي فما شكون يبيع فيهم الباكويت. الحقيقه لهنا ما عناش. اللي عندها فكره تقولي. فهواني استغليت الشكيرات هذوك مخبيتهم، قلت نحط فيهم معناها الكوفيرتات ونحطهم فوق الجلاس هكاك معناها يوسعوا عليا ويبقوا لي نظاف فهمتوا اكل ما يتهلكوليش بالغبر. حسيل لميتهم وجيت لهنا باش نبدا نستوي في المخادد. حبيت نعمل المخادد هكا من الاطرف للاطرف، ما كفونيش من الاطرف للاطرف شويه. اما وما عطونيش الشكل اللي حاجتي بيه يا البنات. ما عرفتش قد ما حاولت باش نعمل شكل معين معناها يعبي لي الصاله ويبان المنظر نتاعهم سمح. ما لقيتش الشكل. حاولت منه في الاخر وصلت الشكل معين. الحقيقه ما عجبنيش كوم يلفو. اما كمان خير من الطرق اللي عملتهم الاولين الكل. اما تو انا قاعده نمنتج في الفيديو، جات لبالي فكره اخرى ان شاء الله نجربها معكم في الروتينات الجايين. وكهو الحقيقه لهنا المخاد ما جونيش الكل قد يا البنات، خاطر المشكل في القماش. اول حاجه القري عندي كعبتين كهو، خاطر القماش القري ديجا وفاه وقت اللي تغلف لي المراه في الصاله ما بقاش ما يعمل لي مخادد، بقولي كعبتين اكهو. الروج هذاك ديجا اللي كنت مغلفه به معناها باش نغلف به من الاول، ومن بعد بدلت رايي بدلت القري
فبقى القماش هذاك ديجا خلصته وباش يطاش، وليت قلت لها اعمل لي بيه كوسانات هكاكا نزين بيهم ونكسر بيهم اللون. وديجا هي الزربية اللي كنت فرشتها معاها هي الزربية روج بوردون تاعي، فقلت نكسر بهم اللون هاوين وتابعين يجوا عاتين معناها ماشيين مع الزربية. فعملتهم الحقيقة مخدت هكاكا جوني، فما فرق بسيط في شو اسمه يا ربي، في القياس متاعهم، اما كمام جوني سمحين اون جينيرال. كهو ان شاء الله مرة اخرى تو كي تبرد الدنيا معناها نفرش معاهم الزربية الحمراء وكل شيء، بالحق وقتها يبانوا مزيانين ويبانوا سمحين معناها كلي يبدو متناسقين مع بعضهم، مش كيما توا نستعمل في التابي متاع بنتي خاطر الدنيا سخونة ماذا بيا ما نغطيش البلاصة الكل. كهو عملت الشكل هذايا ما عجبنيش، اما بقيت نخمم فهمتو نفرش ونقول يا ربي تجي هكا لا كيفاش باش نعمل كيفاش باش نستويهم معناها حبتهم يعطوني شكل سمح. هي ديجا الريسبسيون هذه موجودة في المدخل متاع الدار، ماذا بيا تبدا وجه الدار كيما نقول حويجة سمحة ماهيش هكا مبثرقت بثري كيما نقولوا نحن. حسيل خذيت قلت هاي خليني نكنس تفشل اللي طاح لي من المخادت كيما قلت لكم خاطر ريمي اللي كلمتني المراه عملت مسحه للدار سيقت ناس الصباح بكري، وكي كلمتني المراه عودت عملت هكا حاشاكم خيشه دورتها لهنا ودورت خيشه اخرى في بيت الصاله باش قلت كي نفرش تبقى نظيفه الدويره مريقله. كاو مشيت جبت التابي وقاعده باقي ديما مخي يخدم مع نخزر لهاك المخادد ونشوف شنو باش نعمل لهم. ضربت في مخي فكرة قلت خليني نجربها، كان جت سمحة نخليها سينو نرجعهم بالشكل هذي، والحقيقة تبدل البروجرام وتبدل المنظر معناها منظرها السالة وجتني سمحة. عجبتني معناها المنظر متاعها عجبني، والله حتى البنات اخواتي سلفاتي اللي تدخل تعجبها معناها السالة تقول لي محلاه منظرها. نانا ماما كهوية البنات بديت في الفكرة اللي جاتني بديت ننفذ فيها ونشوف ترى كيفاش باش تجي صحيح ما غطت الحيط الكل، اما كمان عطت منظر خير من المنظر اللي كانت معمولة عليه الصالة من الاول. كهواكم كما تشوفوا مكركر في روحي بالسيف عاملة كيف البطة يا البنات. الحمد لله على كل حال يا ربي، الحمد لله، ربي يديمها نعمة يا ربي، ربي يديمها نعمة، وربي يحفظ لي صغيراتي وربي يحفظ لي بنيتي ويفرحني بهم يا ربي. تعب مخلوف يا البنات، كل شيء يتعدى والغسرات الكل تتعدى، يبقى كان الكلام هاو كيما تشوفوا. توا نخزر روحي لهنا ونقول وين كنت وين صبحت وكيفاش كنت نقول يا ربي وقتاش يخلص ربي وحلي على خير وتجي بنيتي ونرتاح الحمد لله يا ربي. بفضل ربي وبفضل دعائكم الحمد لله يا ربي بنيتي في حضني، ان شاء الله ربي يفضلها لي وربي يحميها وربي يفضلكم انتم زي